هذا أنتم اتصلوا ببيت السيد سيستاني، قل له فليتكلم عن ذلك. أنا أقول أنا فسقته لعنته، فيجب على بقية العلماء يتحدثوا. أنا لا أقدر، بل إن الضلالة بل له أقسام كثيرة وله جنود كثيرة، وأنا رجل بوحدي، فأنا لعنته وقلت بل فأنا ماذا أقول عن ذلك أكثر؟ وهؤلاء الناس يجمعون الأموال ويأخذون الأموال، وإن وكلاءهم يصرفون الأموال كأنه مال الكافر الحربي. فعلى الأقل يدافع عن هذا الأمر، أن الإمامة ضرورية من ضروريات المذهب. هذا الأمر بسيط. يقول ذلك ويفسق الرجل لكي يعرف الشيعة بل موقفهم من هذا المسألة. نعم والله شيخ، نحن ننظر أنك داريت تخصص لنا حلقة بلي حلقة. ماذا أقول أكثر؟ هذا لا يحتاج إلى حلقة يا أخي. إن الإمامة من ضروريات المذهب أنا لا يحتاج إلى حلقة. هذا معلوم ومبين وضروري بديهي كالشمس. هذا لا ينكره إلا جاهل كأمثال هذا الملعون كمال الحيدري. كمال الحيدري هو إنسان ملعون ولا يعلم. فلكيف الإمامة من ضروريات المذهب؟ هو إنسان لا يعلم، علمه جدا مختصر، وبل هو علمه ليس عنده علم أبدا، ولا يعلم العلوم الشرعية. هو بل يعلم شيئا من أصول الفقه وشيئا من المنطق وشيئا من الفلسفة وهذه الأمور. أما العقائد هو وكلام أهل البيت عليهم السلام أصلا الرجل لا يعلم بل الأمور الابتدائية منها. هل الإمامة من ضروريات المذهب أم لا؟ انظروا إخوتي، هذا كتاب الأصول من الكافي للكليني رضوان الله عليه، الجزء الأول صفحة 180، كتاب الحجة، باب معرفة الإمام والرد عليه والرد إلى الإمام عليه السلام. عن أبي حمزة الثمالي قال أبو جعفر عليه السلام: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. لا يعبد الله. عبادة الله مشروط بمعرفة الله. من لا يعرف الله فلا يعبد الله أصلا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله وموالاة علي والاعتمام به وبالأئمة الهدى والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم. هكذا يعرف الله عز وجل. هذا يعني عبادة الله ومعرفة الله مستحيل من دون الائتمام بالأئمة الهدى عليهم السلام. هذا ضروري أم نظري؟ هذا واضح إن الأمر يا إخوتي، إن هذا الرجل ينكر البديهيات. هذا الرجل أحمق. هذا الرجل ليس عنده علم وحجة. وإن هؤلاء البسطاء من الناس، وإن الحكومة الإيرانية أصلا منكر للأئمة عليهم السلام. أصله وأساسه إنهم في باطنهم منكرون للأئمة الأطهار عليهم السلام وأعداء أهل البيت عليهم السلام. أقول لكم هذا الكلام، إنهم أعداء أهل البيت عليهم السلام يتظاهرون بالتشيع. فلأجل ذلك إنهم كبروا كمال الحيدري، والآن هو ينكر الضروريات من المذهب وسمحوا له والمجال الواسع وهو يتكلم. الآن أنت اذهب إلى إيران وانكر ولاية الفقيه، نفس اليوم يسجنونك. نفس اليوم يسجنونك. بلي إنهم سمحوا له وهو يتكلم وينكر البديهيات من المذهب. هذا ليس بأمر فقط من نفس كمال الحيدري. إن كمال الحيدري هو يمثل النظام الإيراني ونظام ولاية الفقيه ونظام هؤلاء العلماء المنحرفين عن آل محمد عليهم السلام. اعلموا جيدا أن النظام الإيراني عدو الشيعة، لا يريد الإمامة، لا يريد الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. أعداء الدين هؤلاء أساسه هذا.
كمال الحيدري ليس فقط متكلم وناطق من نفسه، والحال هذا الأمور الذي هو يتكلم به كله باطلة خلاف ضروريات المذهب. بل الحديث الثاني يروي عن الأئمة عليهم السلام: لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه ويرد إليه ويسلم له. ثم قال: كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأول؟ لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة عليهم السلام كله. هذا ضروري أم أمر بل بديهي؟ هذا في عداد معرفة، بل في إطار الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا واضح. من مات ولم يعرف إمام الزمان مات ميتة جاهلية. قلت عن زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق. قال: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس أجمعين رسولا وحجة على جميع خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسوله صلى الله عليه وآله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام؟ هو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما. قلت: فما تقول في من يؤمن بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما أنزل الله؟ يجب على هؤلاء حق معرفتكم؟ قال: نعم، أليس هؤلاء يعرفون فلانا وفلانا؟ قلت: بلى. قال: أترى أن الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء؟ والله ما أوقع في قلوبهم في ذلك في قلوبهم إلا الشيطان. لا والله ما ألهم المؤمنين حقنا إلا الله عز وجل. إن الإيمان بالأئمة عليهم الصلاة والسلام هو في منزلة الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي جعفر عليه السلام، وهذه الأحاديث كلها صحيحة، ليس لا هذه الأحاديث ضعيفة، كلها صحيحة. عن أبي جعفر عليه السلام: إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت، ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد الله ويعبد غير الله. هكذا والله ضلالة. والله من لا يعرف الإمام عليه الصلاة والسلام لا يعرف الله، ويعبد الله ضلالا. لا يعرف الله ولا يعبد، يعني عبادته ليس صحيحة. ولا يعرف الله لا يؤمن بالله. هذا ضروري أم ليس بضروري أيها الحرامية؟ هذا ضروري أم ليس بضروري؟ عن معاوية بن وهب عن ضريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله. قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إماما، ثم كان الحسن عليه السلام إماما، ثم كان الحسين عليه السلام إماما، ثم كان علي بن الحسين عليه السلام إماما، ثم كان محمد بن علي عليه السلام إماما. من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الجهل الفسق، لا نعرف كيف نخاطبكم، أنتم فسقة. تدافعون عن هذا الكلب العمري، لا سيد لا كمال لا حيدر، بل كلب عمري تدافعون عنه. من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قلت: ثم أنت جعلت فداك بعد الإمام الباقر عليه السلام. فعدتها عليه 3 مرات فقال لي: إنما أنا حدثتك لتكون من شهداء الله تبارك وتعالى في أرضه. عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا، ولا تعرفوا حتى تصدقوا، ولا تصدقوا حتى تسلموا أبوابا 4 لا يصلح أولها إلا بآخرها. ظل أصحاب الثلاثة وتاهوا تيها بعيدا. إن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح، ولا يقبل الله إلا الوفاء بالشروط والأحود. فمن وفى لله عز وجل بشرطه واستعمل ما وصف في عهده نال ما عنده واستكمل ما وعده. إن الله تبارك وتعالى أخبر العباد بطرق الهدى وشرع لهم فيها المنار، وأخبرهم كيف يسلكون. فقال: وإني لغفار لمن تاب، بل
لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال إنما يتقبل الله من المتقين، فمن اتقى الله فيما أمره لقي الله مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله. هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا أنهم آمنوا وأشركوا من حيث لا يعلمون. إنه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى، ومن أخذ في غيرها سلك طريق الرضا. وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله، وطاعة رسوله بطاعته، فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الإقرار بما أنزل من عند الله عز وجل. خذوا زينتكم عند كل مسجد والتمسوا البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإنه أخبركم أنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأنصار. إن الله قد استخلص الرسل لأمره ثم استخلصهم مصدقين بذلك في نذره. قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، تاه من جهل واهتدى من أبصر وعقل. إن الله عز وجل يقول فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور. وكيف يهتدي من لم يبصر، وكيف يبصر من لم يتدبر. اتبعوا رسول الله وأهل بيته وأقروا بما نزل من عند الله واتبعوا آثار الهدى، فإنهم علامات الأمانة والتقى. واعلموا أنه لو أنكر رجل عيسى ابن مريم وأقر بما سواه من الرسول لم يؤمن. اقتصوا الطريق بالتماس المنار والتمسوا من وراء الحجاب الآثار، تستكملوا أمر دينكم وتؤمنوا بالله ربكم. عن ربعي بن عبد الله نبي عبد الله الصادق عليه السلام قال أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عزت بل القضية واضحة كالشمس في رابعة النهار، لا يحتاج إلى الكلام. بل هذا الرجل جدا جاهل، جدا جاهل، جدا فاسق، وإنه فقد هذا من خداعات النظام الإيراني. النظام الإيراني أمره لا يستقيم إلا أن شيعة يتسننوا، وهذا النظام الإيراني وليس نظام شيعة، نظام عمري، باطنهم عمري ظاهرهم شيعة.